مدرسة الأبطال حلقات هنتعرف فيها على شخصيات كتب بيهم ربنا أعظم تاريخ في قصة الفداء العظيم. هنقف قدام محطات مهمة في حياتهم علشان نتعلم منهم ونتغير ونغير تاريخ. لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، والنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوعي أمامنا. لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، والنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوعي أمامنا. وماذا أقول أيضاً؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن الأنبياء. دانيال يعني الله يقضي، كان من نسل الملك والشرفاء، اتاخد وهو غصن صغير للسبي، اتعلم في مدرستين، نعمة ربنا اللي ملته بالذكاء والحكمة والمعرفة والعلم والقوة، والألم اللي صنع من حياة دانيال بطل عظيم، زي المعدن اللي كل ما يتعرض لنار يزيد جماله ولمعانه. وقضى عمره وسط أنواع من الأزمات، منها الإغراء بقطايب الملك والتهديد بالصلاة لإلهه. أكتر شخص نشوف في حياته الصعود والهبوط، من رئيس للوزراء لمتهم في جب أسود. في كل تجاربه كان منتصر، حتى لما وصل للقاع عاش في العالم لكن العالم معاش فيه. كان هدف الملك نبوخذ نصر الوثني يعلم دانيال لغته ويغير اسمه عشان يكون زيهم وينسيه الهدف الأبدي اللي عايش عشانه. لكن دانيال عاش بقلب مقدس وسط عالم شرير، والفتى ده فاجئ التاريخ بأعظم قرار. أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بقطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. كشف ربنا تفسير حلم نبوخذ نصر الأول وقال دانيال: إياك يا إله آبائي أحمد، وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك، لأنك أعلمتنا أمر الملك. وقدام الحكمة والفهم اللي ربنا ميز بيه دانيال 10 أضعاف عن المنجمين والسحرة، سجد الملك نبوخذ نصر على وشه وشهد وقال: حقاً إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار. وبعد تفسير الحلم التاني وقف دانيال بكل جرأة وحسم قدام نبوخذ نصر وقال له: فارق خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة للمساكين، لعله يطال اطمئنانك. قدر الملك الوثني بيلشصر ابن نبوخذ نصر يشهد عن حياة دانيال ويقول: قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة، وأن فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة. سر إرادة دانيال القوية قدام المغريات والتهديدات جت من مخدعه وهو بيصلي ويسبح وشباكه مفتوح تجاه أورشليم. ونشوف أجمل الصور وأعظمها في شخص مهما على شأنه لكنه بكل وداعة وتواضع يرجع متعبد في حضرة ربنا، وقلبه بيعد السنين علشان يرجع من السبي. فصام وصلى بجهاد عظيم وقدم توبة عن نفسه وعن الشعب. فلمسه شبه إنسان وقال له: لا تخف أيها الرجل المحبوب، سلام لك، تشدد، تقوى. مهما كانت مغريات أو تهديدات العالم محوطاك، لما تتقابل مع ربنا كل يوم وطول اليوم هيساعدك ويديك إرادة قوية ترفض ملذات العالم، وبحكمة ونعمة تعيش نموذج حقيقي يشوفوه الناس، ومن خلالك تتغير القلوب. ليس ملكوت الله أكلاً وشرباً، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدوس، في الروح القدوس. ليس ملكوت الله أكلاً وشرباً، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدوس، في
في الروح القدوس.